وبهالشوبات صار بدنا أكلات سريعة وما بدها وقف كتير بالمطبخ. دجاج بكريمة السبانخ والفطر، وبأقل من نص ساعة بتكون جاهزة معنا. أول إشي راح ندوب عنا الزبدة ونحط عليها شوي من زيت الزيتون، حنحط عليها صدورة الدجاج اللي قطعتها قطع متوسطة، هحط عليها تشكيلة من البهارات. راح نرجع نخلطهم كتير منيح لحتى يتحمر الدجاج معنا بهالشكل. بنفتح عنا فتحة من النص، بنحط عليها توم مهروس، بنحركه منيح. أول ما تطلع عنا ريحة التوم بنرجع بنخلطه مع قطع الدجاج زي ما إحنا شايفين. حنحط عنا قطع الفطر اللي قطعناها كمان حجم متوسط، وبنرجع بنخلطهم بالدجاج. أول ما يستوي أو يدبل معنا الفطر شوي حنحط معلقة كبيرة من الطحين، بنرجع بنخلطهم مع بعض. وحنحط عنا كوب من مرقة الدجاج، طبعا ممكن تحطوا مرقة لحم أو مي مدوب في بودرة مرق الدجاج. بعدين حنحط هنا سبانخ، أنا عندي هنا سبانخ فريش مفرزينيتها، تقريبا استخدمت 200 جرام. خلطتهم كلهم مع بعض، ولما تسبكوا حطيت كوب من كريمة الطبخ. بنرجع بنخلطهم مع بعض وبنتركهم على النار تقريبا ربع ساعة لحتى يتسبكوا معنا، وهيك صارت جاهزة وصحتين.